حكاية قديس وشهيد. عارفين مين اللي اكتشف صورة العذراء اللي بتنزل زيت اللي موجودة في دير الأنبا بشوي ببورسعيد؟ في سنة 1990 كانت في ست اسمها سامية يوسف. الست دي كانت أرملة، كان ليها بنت والبنت كان عمرها 15 سنة. الست كانت بعيدة جدا جدا عن ربنا، ولا بتعرف صلاة ولا صوم ولا قرب خالص من ربنا ولا قداس ولا أي حاجة خالص. ما كانتش تعرف حتى لو راحت القداس المفروض تعمل إيه في القداس. في يوم من الأيام جه أبونا وخبط على الباب، فتحت الباب وقفلت في وش أبونا. جالها أبونا تاني مرة افتقاد، خبط على الباب، فتحت الباب وقفلت في وش أبونا. فأبونا اتضايق من الموقف ده لكن ما بينش، وفضل عادي يفتقد الجيران، لكن هي ما ترضاش تخليه يفتقدها. ففي يوم من الأيام بنتها بتقول له: يا أبونا أنت بتيجي عند الناس كلها لكن ما بتيجيش عندنا. لما عرف الشقة بتاعتهم قال لها: يا بنتي ما انا بروح وبخبط، بتفتح لي الباب وبتقفل في وش. قالت له: تعالى يا ابونا بس، وهي مش هتقفل الباب في وشك وانا هكون موجوده. فعلا جه وقعد معاهم، ولما قعد معاهم قربت الست جدا من ربنا. وبعد كده قال لها: بتعالي بقى زورينا في الكنيسه. وراحت الكنيسه واعترفت وحضرت القداس. ولما حضرت القداس وجت في وقت التناول اتناولت الجسد، لكن لما جات عند الدم كانت الدموع نازله من عينيها شديده جدا، لدرجه انه الدموع بتاعتها نزلت في الكاس وهي ابونا بيناولها. فاستغرب ابونا على التوبه الجميله بتاعتها. وبعد كده قالت له: يا ابونا ممكن اطلب منك طلب؟ انا عايزه اخدم حاجه في الكنيسه، بس انا ولا بعرف اقرا ولا بكتب وماليش اي حاجه خالص في التعليم. قال لها: طب خلاص تعالي يا بنتي ممكن توضبي الكنيسه كل يوم سبت. قالت له: ماشي، بس عايزه اعمل حاجه تاني برضو عشان مره واحده في الاسبوع قليل. قال لها: طب خلاص، ابقي في ست كبيره هنا في السن جارتنا، ابقي روحي افتقديها واسالي عليها وشوفيها لو عايزه خضار ولا اي حاجه. قالت له: حاضر يا ابونا. وفضلت فعلا تعمل كده وقربت جدا من ربنا. كان عمرها 30 سنه واصيبت بمرض الكانسر. ولما كانت نايمه على السرير وعندها صوره العذراء، فجاه رأت رؤيه ان العذراء واقفه وبتشفيها، وشفيت فعلا من مرض الكانسر. وشمت ريحه زيت جميله جدا، ريحه زيت مش طبيعيه خالص عندها في الشقه. بتبص لقيت صوره العذراء بتنزل زيت. ووصل الخبر لسيدنا البابا مثلث الرحمات. وفي الوقت ده البابا شنودة خصص لجنة تحقيق، وفعلا اللجنة هاقت وعرفت موضوع الصورة. وبعد كده طلب ان الصورة تكون في كنيسة، وخدوا الصورة حطوها في كنيسة، ولغاية دلوقتي بتنزل زيت في كنيسة الأنبا بشوي ببورسعيد. وبركة من العذراء مريم تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.